السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. حضراتكم في هذا الفيديو برد على فيديو لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. بيورينا فيه الأسعار في مكان رخيص أو يعني من أرخص أماكن أمريكا، واسمه ألدي أو ألدي زي ما تسميه. طبعا هو بيقول ان الدكان ده ارخص من الوالمارت، وان الوالمارت غالي. الوالمارت يا اخوانا مش غالي، الوالمارت بالمقياس الامريكي رخيص. ألدي اللي بيتكلم عنه فعلا ارخص منه، ولكن استاذنا وائل مثلا جه قال على 5 باوند وراك ب4 دولار، قال 5 كيلو وراك ب4 دولار. طبعا عشان يبين الحاجة انها ارخص مما هي عليه. وفي عنوان الفيديو قال ان الديك الرومي بكامله ب5 دولار. ده الكلام ده لو تلاحظوا في عنوان الفيديو، وهذا كذب، لأن هو في الفيديو بتاعه قال إن الديك الرومي ب14 دولار في ذلك المكان الرخيص، وفعلا 14 دولار للديك الرومي بالمقياس الأمريكي، يعني ده حاجة رخيصة جدا. كذلك حضراتكم أنا بقول إن ما ينفعش تقيم الأسعار في بلد من أرخص دكاكينها على الإطلاق، لأن التقييم في الحالة دي غير عادل. أنا مثلا هو ورانا إن الجالون اللبن ب3 دولار و31 سنت، ولكن أنت لو رحت لأي مكان عادي في أمريكا يا أخوانا هتلاقيه سعره داخل على 6 دولار، 5 دولار و70 سنت، 6 دولار. فأنت ما ينفعش تقيم. فأنت لما تيجي تقول للناس اهو يا جماعة جالون اللبن ب3 دولار و31 سنت، وانت بتشاور على دكان مش كل الناس تقدر توصل له، دكان يعني مش سهل ان كل الناس توصل له. فطبعا انت كده بتدي رسالة خاطئة للأسعار، لأن انت في أي مكان عادي في أمريكا هتلاقي نفسك بتدفع في جالون اللبن حاجة في حدود 5 دولار و70 سنت، ممكن كمان أكتر من كده. كذلك دستة البيض اللي وراها لنا ب3 دولار. ماشي يا اخوانا، هو ما ينفعش نروح لأرخص دكان فيك يا أمريكا ونقول اهو يا جماعة دستة البيض في أمريكا ب3 دولار، لأن انت في أي مكان في أمريكا مش هتلاقيها ب3 دولار، انت هتلاقيها سعرها يزيد عن 5 دولار. فما ينفعش تستشهد بأسعار أرخص دكان فيك يا أمريكا عشان تقول هي دي أسعار أمريكا. هذا تدليس على الناس. والعنوان يكتب فيه 5 دولار للديك الرومي، في حين ان هو نفسه في الفيديو قال ان الديك الرومي بكام؟ ب14 دولار. وكمان بأكد مرة كمان يا اخوانا ان معظم مصاريفك في أمريكا مش هتكون في الأكل، هي هتكون في السكن، لأن السكن فعلا غالي، وغالي غلاء فاحش. ما ينفعش ان احنا نقول ان الأسعار رخيصة في أمريكا، والدليل اهو أسعار ألدي أو زي ما تسميه. فده تقييم خاطئ للأسعار في أمريكا. وقد تكون أمريكا يا أخوانا الناس فيها ما عندهمش مشكلة في الأكل مقارنة بدول تانية كتير. أنا طبعا مش الهدف من الفيديو أن أنا أقارن أمريكا بدول تانية، بس اللي أنا عايز أوضحه أيوة أن أمريكا فيها ناس جعانين فعلا، وفيها ناس متشردين فعلا، ودي حقيقة، وفعلا فيها غلاء. اللي ينكر الحقيقة دي بصراحة يبقى ربنا يهديه يعني. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.